سمعتوا قبل كده عن المخدرات الإلكترونية؟ ابنك بيحبس نفسه في أوضة ضلمة بالساعات ولابس سماعات؟ خوفوك وقالوا لك أنت ممكن تبقى مدمن MP3؟ الفكرة ببساطة إنك بتسمع أصوات معينة بترددات مختلفة، كل ودن غير التانية، وده اسمه binaural beats. بعض المواقع والتطبيقات بتقولك إن المزيكا دي بتخليك مسترخي، بتخليك مبسوط. مواقع تانية بتروح لأبعد من كده وتقولك ليها تأثير المخدرات. بس من موقعي ده أحب أقولك كل ده هبد. العلم لحد دلوقتي ما أثبتش إن المزيكا دي ممكن يكون ليها تأثير قريب من تأثير المخدرات. ممكن تساعد بعض الناس على التركيز أو الاسترخاء، لكن عمرك ما هتصحى الصبح تدور على ديلر يجيب لك حقنة كزبرة هبد. اللي يخوف حقيقي هي الخوارزميات، الالجوريثم، لانها بتكرر لك الرساله وبتخليك تشوف الحاجه 100 مره كل يوم. عشان كده دايما باكد على متابعتنا، انت اللي بتحدد اللي يدخل دماغك. الكلام ده برضو بينطبق على الصور اللي بتظهر لجزء من الثانيه من غير ما ناخد بالنا منها. لو سمعتوا عنها قولوا لي، ولو ما سمعتوش تابعوا بارت 2.